أيها المتابعون الكرام، نحن اليوم على موعد مع قمة كروية كبرى في الكرة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الكلاسيكو المنتظر. لقاء يجمع صاحبي المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي. هذه المباراة كان من المفترض أن تقام الأحد الماضي، لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية لتعاد برمجتها اليوم الاثنين 22 من سبتمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت باريس. المفاجأة أن هذا الموعد يتزامن مع حفل الكرة الذهبية 2025 الذي ينطلق الليلة عند الساعة 9 بتوقيت أوروبا. هذا التعارض وضع باريس سان جيرمان أمام موقف معقد، خاصة وأن عدداً من نجومه مرشحون للتتويج بالجوائز، إلى جانب مدربه لويس إنريكي المرشح لجائزة أفضل مدرب، والذي قد يتلقى خبر فوزه بها مباشرة في ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا. أولمبيك مارسيليا يدخل المباراة بعد أسبوع أوروبي صعب إثر خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، في مباراة أثارت الكثير من الجدل بسبب ركلة جزاء وصفت من مدربه روبرتو دي زيربي بأنها محرجة. ورغم ذلك فإن الفريق الجنوبي يمتلك سجلاً قوياً على ملعب فيلودروم محلياً، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف أو أكثر في كل مواجهة. غير أن التحدي هذه المرة مختلف، إذ أن الفوز على باريس سان جيرمان قد يمنحه رقماً تاريخياً لم يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات. باريس سان جيرمان من جهته يواصل سلسلة نتائجه المميزة، إذ افتتح مشواره في دوري الأبطال بانتصار عريض على أتلانتا برباعية نظيفة، كما يسير بخطى ثابتة في الدوري المحلي محققاً 4 انتصارات متتالية. الفوز الليلة سيعني افتتاح الموسم ب5 انتصارات متتالية في الدوري للمرة الرابعة خلال 9 أعوام، في إنجاز يؤكد هيمنته على الساحة الفرنسية. إضافة إلى ذلك، لم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة فقط في آخر 26 مواجهة له خارج ملعبه في الدوري الفرنسي، وهو ما يعكس صعوبة المهمة أمام مارسيليا. أما من ناحية التاريخ المباشر بين الفريقين، فإن الكفة تميل بوضوح لصالح باريس سان جيرمان، حيث لم ينجح مارسيليا في الفوز بأي من آخر 12 مباراة على أرضه أمام الباريسي في الدوري، مكتفياً ب3 تعادلات مقابل 9 هزائم، ولم يسجل أي هدف في آخر 6 مواجهات من هذا النوع. نحن أمام كلاسيكو استثنائي بكل المقاييس. مارسيليا يدخل المواجهة برغبة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر العقدة التاريخية، فيما يسعى باريس سان جيرمان إلى تأكيد تفوقه محلياً رغم ضغوط الغيابات وتزامن المباراة مع حفل الكرة الذهبية. الأنظار كلها تتجه الليلة نحو ملعب فيلودروم، حيث الإثارة مضمونة داخل المستطيل الأخضر وخارجه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى لا يفوتكم أي جديد من أخبار الرياضة.